مالك يا حبيبي؟ متضايق كده ليه؟ الكلب بتاعي يا ابونا خلاني نايم واكل جزء من الكتاب المقدس. طب خلاص يا حبيبي ما تضايقش نفسك، انا هجيب لك كتاب مقدس غيره. مش هي دي المشكله يا ابونا. امال ايه المشكله يا حبيبي؟ انا في يوم من الايام كنت من اكلي لحوم البشر، ولما عرفت يسوع وقريت كلمته اتغيرت حياتي وبقيت احب كل الناس وطباعي اتغيرت وبقيت هادي. مش فاهم يا حبيبي ايه علاقه اللي بتقوله ده باللي عمله الكلب؟ اكيد اكيد الكلب بعد ما اكل جزء من الكتاب المقدس هو كمان هيتغير، هيبقى هادي ووديع ومش هيقدر يدافع عن الغنم ولا هيقدر يحرسهم من الديابه والثعالب زي الاول. انت ايه اللي بتقوله ده بس؟ يا حبيبي لازم تفهم ان كلمه ربنا مش حروف وورق، لا، كلمه ربنا روح وحياه. لما تلمس القلب تغير الانسان. انت اتغيرت عشان كلمه ربنا سكنت في قلبك. لازم تفهم ان الله اتجسد واتصلب ومات وقام عشانك، عشان الانسان، مش عشان الحيوان. يعني يعني الكلب مش هيتغير يا ابونا وهيفضل يحرس معايا الغنم؟ اطمن، الكلب هيفضل زي ما هو، مش هيتغير. يا رب، غيرت طبيعة أكل لحوم البشر مجرد ما عرفوك وقروا كلامك. امتى يا رب هتلمس قلبي وتغير فيا وفي طباعي؟